السلام عليكم حبايب. فيديو اليوم راح نفجر لنا باكجات المنتخبات، وايضا راح نشتري لنا لاعب من باكج عقود الترشيح، وراح نشوف هل يستحق التجربة او هل يستحق الشراء. وبس حبايبي، هسه حطوا له لايك واشتركوا بالقناة وتنشروا المقطع لاصدقائكم حتى الكل يستفاد. ولا تنسوا الصلاة على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولا تنسوا دعاء لاخواتنا، ربي يحميهم امين يا رب العالمين. وهسه نقدر نبدا بالمقطع. هيا انطلقنا. طبعا يا ولد هنا نزلنا باكجين. الباكج الاول اللي هو الاوروبي، باكج اللاعبين الاوروبيين، فيه كيفن دي بروين، فيرتس، فيه دوناروما، فيه راسموس هويلاند، فريمبونج، وايضا هنالك جاك جريليش. يعني لاعبين كثير كثير هنا. وايضا في باكج اخر اللي هو باكج مشكل بينه وبين هذاك الانديه. لهذا تعالوا خلينا نفتح لنا اول فتحه هنا بحظ كل شخص راح يخلينا لايك. لهذا خلي لايك على مود هاي الفتحه تكون بحظك. اوكي يا الله، نشوف منو ممكن يطلع لنا. طيب اكيد ما راح ينطينا النادي، بس فورا راح ينطينا اللاعب. اوكي منو هذا؟ جاك جريليش. شوف صراحة أنا من ناس اشتريت كيفن دي بروين أو فيرتس أو دوناروما، بس طلع لي جاك جريليش. يلا ما يخالف. نمشي، لأن أنا حاط عيني على الباكج اللي بعده. شوف هنا كنت أريد لي دوناروما يا معود، هويلاند، فريمبونج، تنطيني جاك جريليش. جاك جريليش شو أسوي بيه؟ المهم تعالوا على الباكج الاخر اللي فيه لاعبين من انديه من اسيا ومن افريقيا ومن امريكا الجنوبيه، يعني ميكس. بس انا اريد بس لاعبين هنا. اريد لو اروخو، لو يطلع لي محمد صلاح. يعني ما اريد اي لاعب غير هذول اللاعبين. لهذا نقول بسم الله ويا الله. وهذه الفتحه بحظ كل شخص راح يشترك بالقناه. اشترك بالقناه، هاي الفتحه بحظك. اوكي تعالوا خلينا نشوف منو ممكن يطلع لنا من هاي الفتحه. طيب لننتظر. ماكو استعجال لان هنا ماكو اضواء. نشوف محمد صلاح. معقولة؟ لا منو هذا؟ لا صدقني رقم 11 وقميص احمر. قلت محمد صلاح، طلع هذا هي شان شينج هوانغ هي شان. شو اسمه؟ هوانغ هي شان. وين اخليه بالتشكيله؟ يعني ما راح يفيدني واصلا ما راح اطوره. لهذا عوفه. يلا يا ولد، يعني ضيعنا 200 فوتبول كوينز. يا اخي اريد محمد صلاح لو اراوخو. يعني ليش تخلوني انجلط؟ المهم لعبنا لنا تشم فعاليه. وتعالوا خلنا نحصل لنا هاي ال 50 فوتبول كوينز. صار عندنا 120 فوتبول كوينز. همين راح افتح لي على نفس الباكج اللي فيه محمد صلاح واراوخو. يعني يا معود طلعوا لي كيلور نفس. راضي على كيلور نفس كيلور نفس وبس. يعني ما نريد حتى محمد صلاح ولا اراوخو. كيلور نفس حارس براسه خير. لو طلعوا لي هذا المهاجم المدري شنو، لا راح افتح لي. كنت اريد افتح لي على اوروبي، بس خلاص راح افتح لي هنا. نقول يا الله نشوف من ممكن يطلع لنا. اتمنى محمد صلاح، اراوخو، كيلور نفس، واحد منهم. طيب نشوف هنا اكو حاليا في اضواء وفي منطاد وفي العاب ناريه، شغلات حلوه. مو محمد صلاح. منو هذا يا معود؟ ازرق. بس لا تقول هذاك تفضل تايلنتي. وين يعني انا طلع لي هذاك الهيوانغ شي هون. هذاك ما لعبته. العب هذا التايلندي اضعف لاعب بالباكج. مو تفضل جنب اللي اضعف. تفضل يا ولد. احنا اني غسلت ايدي من الباكجات. زين تعالوا خلينا نجرب حظنا بهنا باكج عقود الترشيح. يعني شوفوا عندنا لاعبين هواي. مثلا عندنا هذا لاعب انجلترا، وعندنا دييغو جوتا، وعندنا هذا الحارس، ولاعبين هواي. بس انا راح اخذ لي دييغو جوتا. ليش ما اعرف، بس احس انه هو افضل واحد منهم. بس راح نجربه ونشوف. يعني شنو اكثر شيء ممكن يصير. يعني على سبيل المثال لا جناح حر، ويعني ممكن نقدر نوصله اوفر ريت جيد. لهذا لا راح اجيب لي اللاعب دييغو جوتا، لاعب المنتخب البرتغالي عقود الترشيح. لا 5 نجمات جبناه بشكل سريع دييغو جوتا. لهذا نروح نضيفه للتشكيله، وراها نروح نطور لنا اللاعب بشكل سريع اوتو على مود افضل نسخه للاعب. زين هذا هو دييغو جوتا. التدريب على المستوى. زين هسه تعال عبي هنا. عبي منا تجيب لنا 4، وهنا نشوف 7. لا جيب 5 منا. وهنا مناك راح نكمل من ابو ال1000 نقطة، 1000 من نقاط الخبرة. هسه تمام كل شيء تمام. اوكي كذا افضل. خلاص تمام. هسه ننطي متابعة. طيب حبايبي وين هسه تجيب لنا دييغو جوتا. دييغو جوتا حبيبي وينك؟ هذا هو دييغو جوتا. تعال هسه شنو تقدم اللاعب؟ التنفيذ، التخصيص التلقائي. فورا على مود نروح نجرب لنا اللاعب. اوكي يلا يا معود. التنفيذ، التخصيص التلقائي. 95 تقييم اجمالي عم بالتشكيله. راح يوصل لنا 99. معقوله؟ معقوله راح يوصل معانا بالتشكيله 99. نعم حبايبي رسميا دييغو جوتا يصل معانا في التشكيله 99 اوفر ريت. ويا ولد هسه اترككم ويا مباراة في الديفيجن. طبعا ما راح اكون موجود. يعني ما راح يكون في تعليق صوتي مني. ليش؟ على مود يعني ما يحتاج كل مرة. لهذا سأوفكم ويا مباراة، وراح اعطيكم رأيي عن اللاعب بعد المباراة. لهذا هسه مشاهدة ممتعة.
There will be 1 minute added time. The attendance for this match was 72,306. طيب حبايبي صراحة راح أعطيكم رأيي بشكل بسيط، إنه راح أريد أقول لكم إنه أولا اللاعب ما عنده تمركز، يعني ما يعرف وين يتمركز. هذا الشيء أنا لاحظته وصراحة أزعجني. ويقول طبعا هاي تجربتي، ممكن أنت تجرب اللاعب يطلع معك أسطوري، بس ممكن أنا مجربه غلط. يعني اكتب تجربتك بالتعليقات، ممكن انت مجربه واللاعب طلع اسطوري. هذا اولا، يعني مثل ما قلت رايي اولا انه تمركزه خاطئ، اللاعب ما يعرف وين يتمركز وين ما يتمركز. ثانيا انه اللاعب ما يصلح كراس حربه، ممكن تلعبه كجناح ايسر يعمل لك مرتدات، يرفع لك رفعه حلوه، هذا معقوله. وثالثا صراحه اللاعب ما عجبني بشكل كامل، لهذا راح اقيمه 6.5/10. انت اكتب لنا تعليق تجربتك مع اللاعب بالتعليقات، وايضا انت قيم اللاعب من 10. وبس حبايبي احنا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، لا تنسوا لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوه، وايضا لا تنسوا الدعاء لاهلنا واخواتنا، ربي يحميهم امين يا رب العالمين. وايضا صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. حسابي الانستغرام موجود بالوصف، اذا تعملوا لي فولو فضلا وليس امرا. وبس حبايبي لايك واشتراك، والسلام عليكم.